وصفة هتخليك تتحكم في الوقت من غير ما تدخل في بوابة زمنية ولا تتنقل بساعة هاري بوتر. تخيل ايه اللي هيحصل لو قدرت تتحكم في الزمن. طب وتتخيل ليه؟ ورقة وقلم وعد ورايا. مبدئيا الضغط والتوتر اللي عندك هيقلوا بنسبة كبيرة، وبالنسبة لقلة التركيز هتقل كمان، إذا ما كانتش هتختفي أصلا. ونومك هيتظبط غصب عنك مش بمزاجك. وبالنسبة لموضوع النوم ده هنتكلم عنه في فيديو لوحده، بس مش دلوقتي. انت بقى كطالب ثانوية عامة هتلاقي تحصيلك زاد، يعني هتلاقي نفسك بتستقبل المعلومات أسرع وبتنهي دروسك أسرع ومفيش حاجة هتتراكم عليك، ومامتك هتعاير ابن خالتك بيك صدقني. ولو قلبت الفيديو ده دلوقتي فدي مشكلتك انت يا صديقي، لانك مش بتحاول تستفيد من اي حاجة بتيجي قدامك وبتسكرول بلا هدف. السر يا صديقي في إدارة الوقت. ده مش كلام لايف كوتش، ده أنا جاي أساعدك بجد. جرب معايا واعمل تحدي لمدة 30 يوم وهتشوف الفرق بنفسك. وما تنساش تيجي تقولي. الموضوع بسيط قوي. أول حاجة لازم تحط خطة يومية أو أسبوعية، ويفضل إن هي تكون يومية علشان المهام تكون صغيرة. تاني حاجة اتجنب التسويف، يعني لو عمل هتعمله دلوقتي ما تأجلوش لكمان نص ساعة. رقم 3 تستخدم تقنيات المذاكرة اللي بتديك فرصة انك تستوعب المعلومة من غير ما تصدع او تنام في النص، ودي ليها فيديوهات مهمة قوي لازم تشوفها وهتكفيك والله. رابع حاجة تبعد عن المشتتات تماما، ولا تليفون ولا بنت خالتك اللي بتحكي لك مشاكلها ولا حجز الكورة اللي بتنزله مع صاحبك. خامس حاجة اهتم بوقت نومك وراحتك كويس قوي، لان دول اساس اي حاجة، وهعمل لك فيديو هقولك تعمل ده ازاي، بس انت شد حيلك معايا. رقم 6 اخر واهم حاجة التقييم المستمر، يعني تشوف عملت ايه وما عملتش ايه من الجدول اللي انت حطيته في يومك، وكمان تراجع على المعلومات اللي حصلتها في يومك. ما تنساش تقولي عملت ايه وتطمني عليك، وتستناني في فيديوهات ميح ودحيح.